إذا مهتمة بالحلويات السهلة والسريعة والاقتصادية ما عليك غير تتبعي هذا الفيديو للنهاية، لأني جبت لك واحد الأنواع من أروع ما يكون، زوج أنواع تاع صابلي بعجينة واحدة ولكن الذوق مختلف تماما. نروحو للمقادير. أولا العجينة عندي 500 غرام مربعين، بنفس العلبة نخدمو بباقي المكونات. عندي كيلة سكر بلاصي كامل، عندي 5 بيض، وعندي كيلة تاع زيت. إذا حبيتي 250 غرام كملي فقط بنفس العلبة كل المقادير. البيض فقط ديري 2 بيضات. هنا عندي كيلة تاع الزبدة، بعد ما طلعت من الباكو درت نشا وضفت عليهم كيس خميرة حميرية ونبدا نضيف مارينة. هنا إذا درتي 250 غرام ديري فقط مواد صغيرة أخضر. هذا هو القوام تاع العجينة. راح نبدا نشكلها بالدقيق. بالنسبة للنوع الأول حليته عادي كلهم حلو صاحبي، وراح نديرو زوج أنواع كيما قلت لكم. النوع الأول راح نديرو شيكولا، والنوع الثاني صابلي سامبل كيما شفتوا هنا. هذا بالنسبة للنوع الأول نديرو ورق الصابلي والبيض. بالنسبة للنوع الثاني درتو بهذا المربع، صابلي تاع المربع. يعني اللي تحب الوصفة ماشي سهلة بالتفصيل تشوفها في قناتي على اليوتيوب حلويات البرازيلية، تلقى بزاف وصفات تاع حلويات ناجحة ومضمونة جدا. هنا بعد ما كملتهم نصبتهم بالمربع. هذا بالنسبة للنوع الأول. والنوع الثاني وعندي مربع النوع الأول ندير نص في اللوز أو التركي أو باش متوفر عندكم، والنص الثاني من بعد راح نديرو خطوط الشيكولا. هذا النوع الأول. ونروحو هنا للنوع الثاني حتى هو درت النص الأول نبداو نحمص ونرفد شوية زيت، والنص الثاني درت الشيكولا كل 100 غرام شيكولا ضفت لها الخلطة تاع الزيت تكون كبيرة، راني ندوبها راني نبلاصتها. وهذا بالنسبة للأولاد شفتوا معايا درت الخلطة تاع الشيكولا صراحة تلقى طول الأضواء اللي نقول جربوها بنة رهيبة